شيخنا سؤال آخر أيضا وجهه الأخ من الكويت، يقول بأنه سمع بأن الخضر هو أمير المؤمنين صلوات الله عليه. من هو الخضر الذي سيكون مع الإمام المهدي سلام الله عليه وعجل الله تعالى فرجه؟ هذا قول غير مقبول عندنا، فإن الخضر سمي في الروايات الشريفة عن آل محمد عليهم السلام، وذكر اسمه الشريف وذكر نسبه، وهو شخصية تختلف عن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه. ولسنا نميل إلى مثل هذه يعني الأقاويل التي لا يسندها دليل، مما يقوله بعض هؤلاء الخطباء وكذا، يحبون يطلعون طلعات يعني شوية عجيبة وغريبة، فيقولون أنه مثلا الخضر هو أمير المؤمنين عليه السلام. لا، هذا قول غير علمي. المطالع في الروايات الشريفة عن أئمتنا عليهم الصلاة والسلام يجد تشخيصا لهذه الشخصية الشريفة، وأنها شخصية عبد صالح، وفي بعض الآثار أنه كان نبيا، وفي بعضها الآخر أنه لم يكن نبيا، إلا أنه في كل الأحوال مرتبط بالسماء، مرتبط بالله عز وجل الذي علمه علوما خاصة.